برنامج كتاب الرئيس برزاني للتاريخ. الرئيس برزاني خلال كتابه للتاريخ تطرق إلى العديد من القضايا المهمة بالوثائق والدلائل التي توثق للأجيال القادمة أحداث تاريخية مهمة قد تصبح طي النسيان أو يتم التلاعب بها فيما بعد. الرئيس برزاني في كتابه للتاريخ بدأ بتوثيق التاريخ منذ تجزئة كردستان في بداية القرن العشرين وصولاً إلى أقرب حدث تاريخي للكرد ألا وهو استفتاء إقليم كردستان وما جرى بعده. الحلقة الرابعة: ثورة أيلول. بعد ثورة 14 تموز 1958 والتي تعد انعطافة وفرصة جديدة، عاد سيادة البرزاني الخالد ورفاقه من الاتحاد السوفيتي إلى العراق، وخلقت ثورة تموز أوضاعاً وفرصاً جديدة في سبيل إعادة صياغة بناء دولة العراق، بحيث تستطيع فيها المكونات العراقية كافة والمواطنون أن يعيشوا بأمان في ظل دولة عصرية. في دستور 1958 وبوضوح تام تم التأكيد على شراكة الكرد والعرب في الدولة وضمان الحقوق القومية، لكن للأسف تحت ضغوط وتأثيرات الشوفينيين والانتهازيين تم تجاهل تلك الحقوق، وبعد 2.5 العام على انتصار ثورة تموز تعرضت كردستان لنيران وهجمات المدافع والطائرات العراقية، واندلعت ثورة 11 أيلول 1961. كانت ثورة أيلول كردستانية من جهة وعراقية من جهة أخرى، حيث كان شعارها الرئيس الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، كما أصبحت طوال تاريخها ملاذاً آمناً للمناضلين العراقيين، وطوال تاريخها أيضاً لم تلجأ ولو لمرة واحدة إلى الترهيب وسفك الدماء في مقابل ما كان يتم اقترافه من جرائم ضد المدنيين الكرد. وجل جهود سيادة البرزاني كانت تصب في سبيل منع القتال وسفك الدماء، سواء خلال الحرب والهدنة وفي حالات اللا حرب ولا سلم. طوال تاريخ ثورة أيلول جرى العديد من جولات التفاوض والحوار مع السلطات العراقية في ذلك الوقت، لكن بغداد كانت على الدوام تلجأ إلى التفاوض مع الكرد كتكتيك وفي سبيل كسب الوقت. وفي أعقاب انقلاب البعثيين ضد عبد الكريم قاسم في 8 شباط عام 1963 توقف القتال بين الثورة والحكومة العراقية لمدة 4 أشهر، وتخللها بعض الحوار والتفاوض بين الجانبين. ولكن في الحقيقة كان البعثيون يبغون من تلك المفاوضات مع الكرد تثبيت أقدامهم في السلطة، لأنهم في الأساس لم يكونوا مؤمنين بمعالجة المشكلات. لذلك عندما أدركوا تحسن أوضاعهم، وبالذات بعد انقلاب البعثيين في سوريا واستيلائهم على السلطة، أعلنوا في حزيران من السنة ذاتها النفير العام وجددوا القتال ضد الكرد. في تشرين الثاني عام 1963 دبر عبد السلام عارف انقلاباً على البعثيين وطردهم من السلطة، وبعد أشهر وبالذات في 10 شباط عام 64 تم التوقيع على اتفاقية بين البرزاني الخالد وعبد السلام عارف تقرر فيها الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، ولكن بعد أقل من عام واحد، وفي وقت كان البرزاني الخالد وقيادة الثورة يبذلون كل جهودهم في سبيل منع تجدد القتال، شنت القوات الحكومية مرة أخرى الحرب على شعب كردستان. وفي سنة 1965 سخرت الحكومة العراقية كل طاقاتها العسكرية لإلحاق الهزيمة بثورة أيلول، واندلع قتال عنيف على جبهات واسعة وكثيرة في جبل سفين، بيرا مقرون، بني حرير، هندرين، منطقة رواندوز، رانيا وقلادزا. مارست خلالها الحكومة العراقية سياسة الأرض المحروقة وتدمير البنية التحتية الاقتصادية لأهالي كردستان. تلك المظالم والانتهاكات وفرض القتال على الكرد وتهجير المدنيين وتشريدهم دفعت البرزاني إلى إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة في 1 كانون الثاني 1966 يدعو فيها إلى إرسال لجنة خاصة إلى كردستان للاطلاع عن قرب على الدمار الحاصل والظلم المرتكب ضد شعب كردستان. في شهر نيسان عام 66 احترق عبد السلام عارف
داخل طائرة هليكوبتر، وحل محله شقيقه عبد الرحمن عارف. يذكر أنه قبل موت عبد السلام كانت هناك خطة حرب شاملة ضد كردستان، أطلق عليها عبد السلام العقيلي وزير الدفاع اسم توكلت على الله، تهدف إلى إنهاء الثورة. وفي ملحمة هندرين وزوزك في 12 أيار عام 66، وخلال معركة بطولية تم تدمير تلك الخطة وتكبيد القوات الحكومية خسائر عسكرية فادحة. وعلى إثر تلك الهزيمة الكبيرة أعلنت الحكومة استعدادها للحوار والتفاوض وحل المشكلات مع الكرد بالطرق السلمية. بعدها وفي 29 حزيران عام 66 وضمن بيان مشترك مؤلف من 12 نقطة وموقع من قبل الثورة الكردية والحكومة العراقية، توقف القتال بين الجانبين. ذلك البيان لم يكن بمثابة الاتفاق، بل كان نوعاً من الهدنة. وبعدها ب4 أشهر التقى سيادة البرزاني بعبد الرحمن عارف رئيس جمهورية العراق، ولكن الخروقات والتجاوزات والاعتداء على أملاك وأموال الكرد وسياسة التعريب كانت مستمرة. خلال 10 سنوات دبرت 7 انقلابات عسكرية في العراق، ولكن أي من تلك الانقلابات لم تستطع حفظ أمن العراق وحمايته، والانقلابيون لم يستطيعوا قيادة العراق نحو الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو الاعتراف بالحقوق القومية للكرد والتركمان والمسيحيين في العراق. الانقلابيون الذين كانوا بالمطلق من منتسبي الجيش العراقي وزعوا السلطات بين الضباط وقتلوا الآلاف من الأبرياء وألحقوا خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات باقتصاد العراق، وفي النهاية لم يستطيعوا حتى إنقاذ أرواحهم. سبب حدوث تلك الانقلابات في العراق يعود إلى ظاهرتين: أولهما كانت البلاد تدار من قبل الجيش والحكومات كانت عسكرية، والثانية عدا طريق الانقلاب لم يكن هناك أي طريق آخر للتغيير في طريقة إدارة البلاد. وخلال الانقلابات كان أصحاب النفوذ داخل الحكومة يستفيدون أكثر من غيرهم، كما حدث في انقلاب شباط عام 63. في 17 تموز عام 68 دبر عبد الرزاق النايف، إبراهيم داوود وسعدون غيدان انقلاباً ضد عبد الرحمن محمد عارف. وفي 30 تموز عام 68 دبر البعثيون انقلاباً جديداً برئاسة أحمد حسن البكر، وأبعدوا عبد الرزاق النايف من العراق بطائرة خاصة. أكبر مكسب من مكاسب ثورة أيلول اتفاقية 11 من آذار عام 70 التي تم توقيعها من قبل البرزاني الخالد وصدام حسين. هذه الخطوة نقلت الكرد إلى مرحلة حياة سياسية جديدة، وبموجب تلك الاتفاقية نال الكرد في هذا الجزء من كردستان جزءاً من حقوقهم القانونية والقومية، ودولة العراقية اعترفت بأن الكرد شعب يعيش على أرضه، وأنه كان مظلوماً ومحروماً من حقوقه. كان ذلك نصراً عظيماً للشعب الكردي في الأجزاء الأربعة الأخرى من كردستان، ولقيادة الثورة والحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة الأبطال الذين ساندوا رئيسهم مصطفى البارزاني بالروح والقلب. لقد كان 11 من آذار انعطافة تاريخية في مجرى العلاقات بين الشعب كردستان ودولة العراق، لكن للأسف استمرت الحكومة العراقية وبأساليب مختلفة بسياسة الإنكار ومعاداة الثورة والكرد. وبعد أشهر معدودات على توقيع الاتفاقية بدأت بتعذيب وترحيل الكرد الفيليين وعن طريق تفجير بعض رجال الدين. في 19 أيلول 1971 اغتيال سيادة البرزاني. تلك الممارسات أدت إلى إضعاف الثقة بين ثورة كردستان والحكومة العراقية، وبحجج وأعذار مختلفة كانت الحكومة تتهرب من تنفيذ فقرات الاتفاقية وتشريع قانون الحكم الذاتي في عام 74. وفي الوقت ذاته أخذت تلاحق أعضاء وتنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ومن هؤلاء الشهيدة ليلى قاسم ورفاقها. ليلى قاسم التي كانت تتحمل مسؤولية تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. لقد أصبحت ليلى قاسم التي أعدمت واستشهدت في 12 أيار عام 74 أول فتاة كردية تعدم من قبل الحكومة العراقية بسبب العمل السياسي. وأخيراً
وفي عام 1975 وإثر مؤامرة دولية ضد الكرد وتحت عنوان اتفاقية الجزائر، تنازلت الحكومة العراقية عن أرض وسيادة العراق لشاه إيران، وبسببها تعرضت ثورة أيلول إلى الانتكاسة، ولم يتم تنفيذ اتفاقية 11 من آذار عام 1970. بعد عام 1975 بدأت مرحلة أخرى من مراحل نضال شعب كردستان والحركة التحررية الكردية في العراق، وبموازاة تعرضت الثورة للانتكاسة ولجوء مئات الآلاف من الكرد إلى البلدان الأخرى، وانفتحت الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق نحو العالم الخارجي بشكل أوسع، ودخلت العلاقات بين الكرد والعالم الخارجي في مرحلة أخرى. كما أن حرب ال8 سنوات بين العراق وإيران خلقت معادلات وفرصاً جديدة أمام القوى والأطراف الكردستانية في العراق.